السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم الشيف حسن حسونة وراديو 90 أكلة مصر. برحب بيكم. النهاردة هنعمل كشك، وهنعمل مكرونة بينا بالخضار، وهنعمل شيش طاووق في الفرن بطريقة حلوة. وممكن لو في وقت هنعمل لكم كنافة كده بالمانجا، وهنقول طريقتها وهنقول ازاي بنعملها، وتبقى خفيفة وما يبقاش فيها عسل كتير وما تبقاش يعني تتعب. هنجيب احنا الكشك زي ما اتفقنا. عشان تعملي كشك مظبوط لازم ان انت تبقي فاهمة ايه بتحط قبل ايه. احنا نجيب الحلة بتاعتنا، وبشوري بصلاية او قطعيها حتت صغيرة، وجيبي الفراخ المتقطعة اللي هي صدور فراخ، قطعيها كيوبس صغيرة كده وقلبيها مع البصلاية. وبعدين احط شوية دقيق عليها صغيرة، رشة دقيق كده صغيرة زي معلقة شاي كده، وبنبدأ نقلب فيها شوية صغيرين. بعدين تبدأي تنزلي بالحليب، وتنزلي بالشوربة، وتنزلي بشوية كريمة لباني، وقلبيهم كلهم مع بعض. تبقى زي المهلبية كده، خفيفة شوية، عشان هي بعد كده لما تحطيها في طبق التقديم هتبدأ ان انت تتقل معاكي. بعدين تجيبي شويه البصل. في ناس كتيره ما تعرفش تعمل التقليه بتاعه البصل ديت، اللي هو زي بتاعه الكشري. انت بتجيبي البصلايه تقطعيها جوليان كده، وبعدين ترش عليها سنه دقيق صغيره، او ممكن تحط سنه نشا صغيره، وتقلبيهم كلهم في بعض. الزيت يبقى سخن، نحمرها ونحطها على منديل، ما نخليهاش كلها فوق بعضها عشان ما تطراش. نفردها كده فرده كويسه في الهواء، وبعدين نحطها على الكشك ونقدمه. طب احنا عاوزين نعمل المكرونه بالخضار البنة. المكرونة البنة دي اللي هي القلم، ان انت بتجيب المكرونة بتسلقيها لمدة 7 دقايق على النار، بعدين تبردي عليها، حط عليها شوية زيت بعد ما تبرد وقلبيها. وبعدين نجيب صلصة المكرونة بتاعتنا. احنا اتفقنا معلقتين صلصة بوريه على 4-5 وحدات طماطم، مضربيهم في خلاط. حط شوية الزيت، حطي فصين توم معاهم. ممكن تضربي التوم مع الطماطم لو انت ما بتحبيش طعم التوم يبان في قلب الاكل. اضربيه مع الطماطم، وابدأي انزلي على الزيت، وتديهم سنة كركم، اديهم سنة ملح، شوية كمون، سنة كزبرة صغيرة، وسيبيهم يغلوا لحد ما يتسبكوا. يبقى انت عملت الصلصة بتاعتها. وبعدين نجيب زيتون اخضر او اسود زي ما انت بتحبي شرايح. وبعدين نجيب فلفل رومي الوان احمر واصفر واخضر، وابداي قطعيهم مربعات صغيره كده. وبعدين نجيب واحده فلفل حامي قطعيها برضو نفس الطريقه. وبعدين نحط البصلايه 4/4 ولا متقطعه اكتر من 4/4، وبعدين نحطها في قلب الزيت، ونبدا نقلب الخضار ده كله مع بعضه. وبعدين ننزل عليه بالصلصه اللي انت عاملاها، وبعدين ننزل عليه بالمكرونه، قلبي ده كله وحطيه في سيرفيس كده تقديم، ويتقدم مع الشيش طاووق. هنقدم الشيش طاووق ازاي يا شيف حسن وتتبيله الشيش طاووق؟ هنروح لفاصل ونرجع نقول طريقه الشيش طاووق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم بعد الفاصل. الشيش طاووق بقى يا جماعه، طبعا هو في ناس ما بتحبش الوراك. هو الشيش طاووق اساسه وراك، بس في ناس ما بتحبش الوراك. اعمليه بالصدور. هقولك طريقه الوراك وطريقه الصدور، هي تتبيله واحده. بس احنا لما نيجي نعمل الورك بيبقى مفتوح ومخلي. انت بتشيل منه اي جلد، بتشيل منه اي عروق. وبعدين نحط ايه؟ نحط الشيش طاووق في قلب الدقيق، مع معلقه دقيق، مع معلقه ملح صغيره، ونديها شويه تلج، ونسيبها 10 دقايق كده. بعدين نشطفهم شطفه كويسه، ونصفيهم تماما من اي ميه فيهم، ونسيبهم ربع ساعه ولا نص ساعه في قلب المصفى. وبعدين نبدا نعمل تتبيله الشيش طاووق. تتبيله الشيش طاووق احنا بنجيب كوبايه زبادي، نحط معلقه مستردة كبيره، نحط معلقه كركم، نحط ميه بصل، نحط 2-3 فص توم مطحونين كويس، نحط سنه سبايسي من الحاجات اللي هي برضو بتديها تيست. وبعدين نبدأ نديها شوية خل صغيرين وسنة ليمون، وقلبي الكلام ده كله مع بعضه. تبدأي تحطي الشيش طاووق معاها، وتقلبيها وتسيبيها لمدة ربع ساعة في التتبيلة. بعد كده نجيب الصدور الفراخ. لو انت هتعملها بصدور فراخ، قطعيها بنفس الطريقة وحطيها في التتبيلة. قطعيها بأي شكل يعجبك، طويلة صغيرة رفيعة زي ما انت عاوزة. وبعدين نجيب
طريقة التسوية بقى. طريقة التسوية انت بتجيبي اي بصل، اي طماطم، اي كوسة عندك، وتعملي بوكيه جرنيه كده، تقطعيهم او تبشريهم وحطيهم في الارضية بتاعت السرفيس بتاعتك او الصينية اللي انت هتقدمي فيها. وبعدين تحط شيش طاووق بشكل كويس، وتديله فنجان مية سخنة على الحروف، وبعدين تقفليه بالفويل وتسيبيه على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. بعدين تشيلي الفويل من عليه وشغلي الشواية يديكي لون حلو، وبعدين تبدأي رصيه في السيرفيز اللي انت هتقدمي فيه. وشوية الخضار اللي تحت دول هيبقى ليهم تيست وطعم جميل جدا، بيتاكل مع الشيش طاووق، بيتاكل مع المكرونة، وهتلاقي الدنيا راحت حتة كويس. هنعمل كنافة في السريع يا شيف حسن بالمانجا. المانجا ايه؟ في المانجا دلوقتي الكيتا اللي هي الكبيرة اللي موجودة، بتتقشر وقطعيها كيوبس صغيرة كده، وبعدين رش عليهم شوية سيرب اللي هو العسل، او شوية عسل ابيض من عندك، وقلبيهم تقليبة كويسة وسيبهم في التلاجة لمدة نص ساعة. الكنافة انا واحد من الناس لما بعمل الكنافة دي انا بحمرها، بجيب الكنافة اللي هي الشعر دي واقطعها جامد، اخليها حتت صغيرة، وارش عليها شوية سكر، وارش عليها معلقة سمنة، واقلبهم في بعض وادخلهم الفرن. افضل كل شوية اطلعها من الفرن اقلبها تقليبة عشان ايه كلها تبقى لون واحد. وبعد ما تهدى خالص باخد الكنافة، اجيب بقى الطبق التقديم او البايركس بتاعي، وحاطط الكنافة نصها، وبعدين بجيب كريمة باستري بتبقى جاهزة موجودة عند العطار وموجودة عند سوبر ماركت. كريمة الباستري دي او زي الكاستر كده، بيتضرب في الخلاط مع مية ساقعة او مع حليب، وتعملي سنة تبقى خفيفة كده زي الكريم شانتيه، وبعدين تبدأي تحطيها في النص، وبعدين حطي شوية من المانجا اللي انت عاملاها، وبعدين حطي تاني بقية الكنافة من على الوش، وبعدين حطي بقية المانجا ورصيهم بشكل كده حلو جميل. وبعدين كون انت عاملة العسل بتاعك، قلنا كوباية مية مع كوباية سكر، وفي الاخر نديها نص عصرة ليمونة، وفي الاخر خالص بعد ما تتقل السيرب بتاعك تديله شوية الفانيليا بتوعك، وبعدين وهو سخن كده ابدأي سقسقي يمين وشمال على الكنافة، ما نحطهاش على المانجا. ولما العسل بتاعنا يبرد نحط على المانجا من على الوش، وانت عملتي كنافة بالمانجا ولا اروع من كده. اشوفكم بكرة ان شاء الله الشيف حسن حسونة على راديو 90 90 اكلة مصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.